نسيتهاش. ما عملت لها شيء. هي ردت لي. صحت. طاحت. سخيبة داخل. هزيتها بيدي. بس الغول ما قتلتهاش انا. صدقني. ماتت وحدها. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سي رشيد، ما تقوليش البركة فيك. على كل حال نشكرك، انت نفذت البرنامج اللي خططته لك بالضبط. سي رشيد، انا ما خدمتكش عندي على خاطر مؤهلاتك، لا، انما عليا حكات لي عليك وانك قلاب طماع وسارق. في الاول بعث لك جماعه طمعوك بمشروع اوتيل، وخسرتك باش تطلب الفلوس من عند المرحومه، وهكاك تفسد علاقتها معك. ومن بعد بعث لك فاتن اللي انت ميت فاني في حبها، حكات لك اللي هي تحبك ومثلت عليك الدور المريضة باش تسرق الفلوس وتداويها لك. راني شفتك وقت دخلت المطعم تتأكد موجودين ولا لا، وقتها فهمت اللي انت جاي لهوني، وكان لازمني حيلة باش جليلة تخلط عليك تشوفك تفيق بيك، والفرصة كانت مواتية. وهالفرصة تتمثل في مكالمة هاتفية جات لجليلة غالطة في المطعم. الو، اي تنجم تجي. وقت اللي مشيت جليلة للتليفون هزيت لها الدواء متاعها مسطوش، على خاطر نعرف جليلة يلزمها تشرب حربوشة في العشاء، وكيف ترجع ما تلقاش دواها تتجبر باش تجي الهونية. وهذا بالضبط اش وقع. دخلت جليلة لقاتك شفتك داخت والصدمة قتلتها. شنو رايك سي رشيد؟ مش فكرة هايلة؟ وهالفكرة هذه شكون ينجم يقدر عليها بخلاف مراه؟
رشيد، ما تدوخش يا رشيد، وسامحني كان استعملتك انت وفاتن باش نحقق اهدافي. وهدفي الوحيد في الوقت الحاضر هو زواجي من سي الغول. بعد ما رتحتني من هاك المخرومة، انا توا باش نتلهي بيه وبالعفريات نتاعو الكل. مش هكا؟ على خاطر يزمو وحدة كيفي، امرأة تحبه وذكية. بارك الله فيك يا رشيد، بتنجمش تتصور الخدمة اللي قدمتها لي. سي رشيد عمل علينا مزية كبيرة ياسر، لازمنا نرجعوا له الجميل ونعاونوه ونشوفوا له محامي هايل، وفي عوض المشنقة وندبروا له سجن مؤبد ولا حتى 20 سنة. يا أخي هو اش عمل؟ ما اختلش، اش عنده المسكين؟ سرقة موصوفة. مش هكا يا فاتن؟ مسك اعصابك العالية، شبي وجهك لخلخ وصفار. يعطيك الصحة في الخطة متاعك، كنت ناجحة 100%. غلطة واحدة، ما خممتش اللي سي الغول بعد مرتاح من مرأة شمطة وكبيرة كما يقول هو، باش ياخذ مرأة أخرى شمطة وكبيرة، باش ياخذ واحدة صغيرة وشابة كيفي أنا. عباس، فهمني شنو الحكاية؟ تسمع فيش قاعد تقول؟ كلامها ما عجبكش؟ نعم. طب انت تقول بروحك ذكية، ما فهمتش اللي الجمال يمشي للفلوس والفلوس تمشي للجمال؟ ثم انت قمت بواجبك، تو نعطيك حقيقك واكثر من حقيقك. عديت عليه يا عباس؟ في بالك باش تخرج منها بسهولة هكا؟ اللي ما نعلم الشرطة ونقول لهم على كل شيء. تفضل، تحب نطلب لك الرقم؟ ايش باش تقول للشرطة؟ اللي انت خططت للبرنامج باش رشيد يقتل جليلة والخطة نجحت؟ صح عليك. والله ما احلاها القاعدة معاك يا علي. اما يظهر لي اللي اعصابك متوترة، برا خذ حريبشة وارقد وارتاح، خاطر انا توا باش نتلهى بسي رشيد، نوصي عليه باش يبات في الدفاع. المسرحية وفات. يعطيك الصحة سي الغول على هالمسرحية الحلوة اللي متعتنا بها، واللي ما شفنا منها كان المشهد الأول والثاني، مازال الثالث والأخير. لا جليلة حية. يا نعم يالا، ما زلت حية، ونحمد ربي باش عرفتكم على حقيقتكم.
وانتي هذاك فويا سي الغولة بعد 10 عمر كامل. وانتي لله عملت لك شركة حلت لك البيبان الكل في وجهك. عملتها فيا فاتن؟ ما عملتهاش فيك سي الغول، انا مشيت معك في الخط باش ما تقعش جريمه. الشيء اللي ما تعرفوش سي الغول هو اللي انا في بالي بالخطه متاعكم الكل. سمعتك تتحدث صدفه انت وعاليه. ليلتها عندي خدمه ما كملتهاش، حبيت نخدمها في بيتي. تعشيت في الاوتيل ومن بعد مشيت للبيروك باش ناخذ الدوسيات. البرنامج ماشي مليح كيف ما خططناه. جليلة ما حبتش تعطيه 120,000 دينار وطردته. مسكينة جاي يشكيلي. توا العلاقة فزت بيناتهم، عرفته طمع ما عادش تعطيه ثقة، هكا ولا لا؟ صحيح. وهذا يا سيدي يسهل لنا الخطة الجديدة اللي محضرتها. كيفاش ترى؟ رشيد يحب فاتن بصفة غريبة. صحيح، وهذا اللي لاحظته. ايوا مالا يا سيدي نستعملوها كالطعم اللي يحطوه في السنارة باش يصطادوا الحوت. هي طموحها ياسر وتحب توصل، مش هكا؟ قول لها تعمل روحها مريضة، مرضى خطيرة ويلزمها عملية في الخارج بملايين الله، وانا متحقة اللي هو يسرق الفلوس باش يداويها. زعما تقبل؟ طمعها بالزواج تقبل. بعد ما سمعت الكلام هذا روحت البنجلو خايفة حيرة، مانيش فاهمة بالضبط شنو اللعبة اللي تحبوا تلعبوها لرشيد. رشيد اللي أنا نحبه من غير ما تظهر له، على خاطر سمع عليه برشا كلام وخايفة اللي يعديها عليه. قعدت نخمم، من بعد قلت بيني وبين روحي نقبل اقتراح ونشوف شنو برنامجهم. ووقت اللي حكيت لي بقية البرنامج وافقت، وقلت هذه فرصة باش نعرف رشيد يحبني بالحق ولا لا. كان ما يحبنيش بطبيعته مش باش يسرق على خاطري، كان يظهر يحبني نحكي له الحكاية في شطر ثنية وهو يتصرف. تخبيت في بيت قريبة من السويت متاعكم وشفت رشيد كي دخل باش يسرق الفلوس. ايش تعمل هون؟ شمعبتك مفرشك؟ رشيد
كلم جليلة في الريستوران وقال لها تجي. ها؟ يا بنتي ايش بيك هبلت؟ اعمل اللي قلت لك يعيشك. حط ثمن نصلي ساعة. كلمها ما تخافش، تو بعد نقول لك. لا جليل عايشك. وقت اللي كلمني سير رشيد في المطعم قال لي اللي هو موجود هوني في بيتي، ووصاني باش نقول المكالمة غالطة، نعمل روحي ما في باليش. انت فرحت بالمكالمة، لقيتها فرصة، نحيت الحرابش من الساك متاعي، لكن من غير ما تشعر عطيتني فرصة لي انا باش نجي لهوني ونلقى سير رشيد وفاتن، وحكيت لي على كل شيء. تفضل يا جليلة، تفضل اقعد. بقية تعرفوها، مش لازم نزيد نحكيها لكم. جليلة بعيد الشر عليها عملت روحها توفات، وفاتن تخبات كما قلت لها سيادتك في بيت البانو، وانا قعدت نستنى فيكم الكل. انت حبيت تلعب بمشاعر البشر يا غول، ونسيت اللي الحب ما يتباعش ويتشرى بالفلوس، على خاطره اقوى حاجة في الدنيا. وانت عالية عملك الطمع وكلبت ورا الدنيا، درت وطلعت لنا بفكرة كي تكره. تعرف اللي عليا نجم نضركم بسهولة تامة، تعديوا بقية عمركم في حبس، أما لا، أنا باش نسامحكم. أنت تحبسي الغول وأنا باش نخليهولك، أما ناقص حويجة برك، الفلوس. يظهر لي أنت تحبوه هو مش فلوسه، مش هكا؟ عباس، شبي خطيبتك مشات؟ مسقطها طاحت من عيني، يظهر لي ما تحبكش. عديت عمرك كامل تتمسخر عليا، خاطر ما نجمتش نعطيك صغار، لكن اليوم انت عطيتهم لي، عطيتني طفلة وطفل، والثروة اللي كنت باش تقتلني على خاطرها باش نكتبها الكل باسمهم. أما انتي الله يسامحك،